ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحري بالإنسان أن يكون في الخيرية بين عالم أو متعلم. كما نذكر أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج أو على شبكات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام. كنا قد توقفنا في الحلقات السابقة عن تفسير سورة الأعلى وسورة الغاشية، وها نحن الآن سنقف وقفات مناسبة في سورة الفجر، وهي سورة مكية في جزء عامة، وهي مناسبة لحالنا في هذه الأيام واستقبالنا لعشر من ذي الحجة. استقبلناها، جعلنا الله وإياكم أن نستقبلها بالأعمال الصالحة. قال ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة الشريفة بقوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالفجر، والفجر من الأوقات الشريفة التي وقتها ربنا سبحانه وتعالى في اليوم على المؤمن، والفجر وقته من بعد السحر إلى قبل شروق الشمس، وهو يسمى فجرا. وهذا الوقت من اليوم والليلة هو وقت شريف وفاضل عند ربنا سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وذلك كل ليلة سبحانه وتعالى الكريم المتعال المتفضل المنان ينزل في هذا الوقت. وكذلك من فضائل هذا الوقت أن نزول الملائكة تشهد من يصلون الفجر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر وكان قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما ورد في سورة الإسراء. فالفجر وقت مشهود لملائكة الله سبحانه وتعالى، كما ورد كذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة طوافة تطوف تنزل في هذا الوقت، وتطوف حلق الذكر، وتطوف من صلى الفجر ومن أقام طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل هذا الوقت أنه وقت مبارك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، أي في بداية يومها، أي في بداية يومها. وبداية اليوم هو شهود صلاة الفجر.
وقول ربنا سبحانه وتعالى وليال عشر، قال جمع من المفسرين بأن المقصود هي عشر أيام من ذي الحجة، والعشر أيام من ذي الحجة والتي تكون في شهر ذي الحجة العشر الأول، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها أفضل أيام الدنيا، قال هي أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى إلا رجلا خرج مجاهدا في سبيله ولم يرجع من ذلك بشيء. أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. حري بنا أن نكثر منها ونزداد منها من الأعمال الصالحة، لعل الله عز وجل أن يغفر بها ويرحمنا سبحانه وتعالى. وقول ربنا سبحانه وتعالى والشفع والوتر، أقوال كثيرة من المفسرين المتباينة، فقالوا الشفع هو الخلق والوتر هو الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن الشفع والوتر هي كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. قال ربنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والشفع والوتر قالوا كذلك في العبادات، فالعبادات فيها شفع وفيها وتر. وقول ربنا سبحانه وتعالى والليل إذا يسر، أي والليل إذا أتى وأقبل، ونعمة الليل نعمة منه سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه سبحانه وتعالى. فالليل نعمة، والليل لباسه، والنوم سباته، هذه كلها فضائل تقام في الليل. من نعم الله عز وجل أن جعل حياتنا متفاوتة بين ليل ونهار، بين إقبال ليل وإدبار نهار سبحانه وتعالى، لحاجة الإنسان إلى هذا الوقت الذي ينام فيه ويرتاح فيه وهو الليل، ويعقبه مناجاته سبحانه وتعالى. والليل يقام فيه عبادات المؤمن، وشرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس واستغناؤه بالله سبحانه وتعالى في الليل. قال ربنا بعد هذا القسم بما أقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر، أي كل هذه الأقسام التي أقسم الله، ولا يقسم الله عز وجل إلا على عظيم سبحانه وتعالى، أي هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب يفكر بعد هذا بأن هذه المقسومات غير عظيمة؟ حاشا كلا سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل أخبار الأمم الهالكة التي أهلكت وعاثت الفساد في الأرض. ذكر ربنا عز وجل 3 أمم. قال ربنا سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، قوم عاد والذين كانوا في جنوب الجزيرة العربية ونبيهم هود عليه السلام. قال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا قوم أولو بأس شديد، وكانوا ينحتون من الجبال، وكانوا ينحتون حدائق، وكانوا ينحتون مجمعات مياه. كانوا خلق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن استكبروا بالله سبحانه وتعالى علوا واستكبارا وعنادا وتكذيبا لرسله ولرسالاته، فعاقبهم الله عز وجل. قال ربنا عز وجل عن القوم الآخرين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قوم ثمود الذين وهم في شمال الجزيرة العربية، ونبيهم صلى الله عليه وسلم هو نبينا صالح عليه السلام، عقروا الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وأما القوم الثالث الذين أهلكوا هذه الأرض هم قوم فرعون. قوم فرعون أو وفرعون
ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وكانوا يعيشون في مصر. فرعون الذي لم يؤمن برسالات الله عز وجل وكان يعذب بني إسرائيل ألا يلد فيهم مولود يعقبه في الحكم أو يسلبه الحكم، هذا كان ظنه. فلما بعث وأرسل إليه سيدنا موسى عليه السلام فارت حميته واشتد غيظه وغضبه لكي ينكل بسيدنا موسى عليه السلام، ولكن الله عز وجل كلأ موسى عليه السلام واصطنعه في نفسه وحماه سبحانه وتعالى بعينه التي لا تنام سبحانه وتعالى، ونجى موسى من الغرق وأغرق فرعون ليكون لمن خلفه آية. ثم ذكر ربنا عز وجل عن حال الإنسان وتعامله في السراء والضراء. الإنسان الغير سوي والغير مؤمن قال ربنا عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا الإنسان المخلوق الضعيف يظن بالله عز وجل ظن السوء، يظن بأن الله عز وجل إذا أعطاه نعماء وسراء بأن الله يحبه، وبأن الله عز وجل إذا قدر عليه وقدر، ولا يقدر الله عز وجل شرا محض، قدر عليه سراء أو ضراء أو شدة وكرب يقول ربي أهانا، أي لا يحبني سبحانه وتعالى. وليعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وكل أنبياء الله عز وجل كانوا فقراء في هذه الدنيا، ولكن كان يحبهم سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والميزان في ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هذا هو المؤمن الذي يظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إن أحسنت وظننت في ربك خيرا وهو الأصل فالله يعطيك خيرا وأجزل، وإن أسأت في الظن في الله سبحانه وتعالى وهو سوء أدب أن يظن المرء في ربه سوءا. كذلك قال ربنا عز وجل بعد ذلك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بعدم المساس باليتيم وماله. قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار نبينا صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة صلى الله عليه وسلم. ومال اليتيم مال محرم، والمساس باليتيم وماله من أشد المنكرات. قال ربنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا تحثون بعضكم على فضل إطعام المسكين الذي لا زاد له ولا قوت في يومه. وربنا سبحانه وتعالى أوصى به خيرا في كتابه
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أوصى ربنا سبحانه وتعالى بالمسكين خيرا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ودعا اللهم احشرنا في زمرة المساكين، اللهم اجعلنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين، اللهم اجعلنا منهم. قال ربنا سبحانه وتعالى وتأكلون التراث، أي تأكلون الميراث بغير حق، أكلا لما تبالغون في أكل الميراث بغير حق وبغير وجه شرعي. وقال ربنا سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. حب المال فطرة في الإنسان، لكن غير الفطرة إن تجاوز حب المال الإفراط في حب المال يجعله يتجاوز كثيرا من الأحكام ومن المبررات الغير شرعية في حب المال. حب المال حب فطري، لكن التجاوز فيه ينهانا فيه ربنا سبحانه وتعالى. حب المال الذي يلهيك عن أمر الآخرة وعن أمر ربك، حب المال الذي يجعلك أن تكون حاكما على عباده ومسلطا عليهم، حب المال الذي يجعلك تظلم الناس وبالأخص الفقراء واليتامى والمساكين وما دونهم من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو حب المال الغير محمود. قال ربنا سبحانه وتعالى ختم في هذه السورة الشريفة الكريمة بآيات القيامة وآيات وأمارات ذلك اليوم، وهو يوم التغابن ويوم الدين ويوم الصاخة ويوم الطامة ويوم القارعة ويوم الحاقة. ذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الدين، هو يوم الملك له سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء وبما يشاء وعلى من يشاء سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى كلا، يذكر الله عز وجل، يذكرني أنا وأنت وأنتم، يذكرنا بأنه قد أهلك الأمم السابقة، أعتى الأمم في مطلع هذه السورة، ويذكرنا بأحداث وأهوال يوم القيامة. عافانا الله وإياكم ونجانا منها وجعلنا الله وإياكم من أهل رحمته. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. القرآن ترتيلا. القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن أحداث وأهوال يوم القيامة، وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ بداية المقطع في نهاية هذه السورة الشريفة قول ربنا عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
قدوم الله سبحانه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا سويت هذه الأرض فأصبحت مستوية لكي تعرض فيها أهوال يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. قدوم ربنا سبحانه وتعالى ثابت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قدوما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة يصطفون هيبة وخشية منه سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا المخلوق العظيم وهي جهنم تتنفس تنفسين كما في الحديث، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، وتغيظ تميز من الغيظ، وتحاج ربنا سبحانه وتعالى وتقول هل من مزيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم استعاذ من النار، قال نبينا اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وقوله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كل التذكر للإنسان، شريط حياته يحوم حول رأسه هذا الإنسان الذي عمر في الأرض ما كتب الله له أن يعمر. في ذلك اليوم كل شريط حياته يشاهده أمامه عيانا بيانا. وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. يتمنى الإنسان في ذلك اليوم أن يعود إلى هذه الحياة لكي يعبد الله عز وجل ولا يعصيه. ويتمنى ومن أمنيات الإنسان أن يتمنى أن يقدم لحياته، كما ورد في الأثر بأن أهل القبور يتمنون ساعة ولحظة يخرجون فيها من قبورهم فيذكرون الله ثم يعودون. والتمني في القرآن يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدم لحياتي. الشخص الذي عمر 60 70 100 سنة يرى نفسه أنه لم يقدم لحياته شيء، لأن كلا لما يقض ما أمره. لو كان الإنسان أن يعبد الله كتب الله له أن يعبده طيلة حياته ما وفى لله نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا مهرب للإنسان وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا ينجيه الله لا ينجيه في ذلك اليوم من احتمى بفصيلته وعشيرته ودولته وقبيلته، لا يحتمي، لا يحمونه في ذلك اليوم إلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى يا أيتها النفس، عن حال النفس المطمئنة. والنفوس 3 أنواع من الأنفس: نفس مطمئنة وهي الأعلى جعل الله إياكم منها، والنفس اللوامة كما أخبرنا ربنا في القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم نفسها، تفعل الذنب بين الفينة والفينة وتلوم نفسها على فوات الخير وفعل الذنب، والنفس اللوامة. وأما النفس الأخيرة وهي النفس الأمارة بالسوء أجارنا الله إياكم منها، وهي التي تؤز الإنسان على فعل السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. فحكى الله عز وجل في هذه السورة يا أيتها النفس المطمئنة. جعل الله وإياكم من أصحاب النفوس المطمئنة. وكنا قد توقفنا وكنا قد حكينا عن أحكام التجويد في الحلقات الماضية، وكنا قد أتممنا 3 أو 4 أحكام. الحكم الأول أحكام النون الساكنة، والحكم الثاني أحكام الميم الساكنة، والحكم الثالث أحكام النون والميم المشددتين. ولعلنا نستمع إلى قراءة من أحد المشاركين وهو المشارك علي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أحسنت، بارك الله فيك وجعلك الله من أهل القرآن يا علي الذين هم أهله وخاصته. ما شاء الله قراءة جميلة وجيدة، لكن يحتاج إلى مراعاة أحكام الإظهار. نفعنا الله وإياكم بهذا الكتاب. كنا قد تحدثنا عن أحكام النون الساكنة، وقلنا أن أحكام النون الساكنة فيها 3 أحكام. الحكم الأول حكم الإظهار، وحروف الإظهار قلنا أنها 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وأن الإظهار هو إظهار الحروف التي تقع بعد النون الساكنة كما هي. وقلنا الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، وقلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة يغن بمقدار 2 وقسم من غير غنة. وحروف الإدغام سوية هي 6 أحرف مجموعة في قوله يرملون. وحروف الغنة فيها 4 أحرف وهي مجموعة في كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. وأما حرفي قسم الغير غنة وهما حرف اللام وحرف الراء، حرف اللام وحرف الراء. وقلنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب. وقلنا الإقلاب وهو حرف واحد، حرف الباء إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. وقلنا الحكم الرابع وهو الإخفاء، والإخفاء من الستر.
هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. وأخذنا كذلك القسم الآخر وهو أحكام الميم الساكنة، وقلنا أن أحكام الميم الساكنة هي 3 أحكام: الإخفاء الشفوي، وقلنا الإخفاء الشفوي هو حرفه حرف الباء، وقلنا كما هو ظاهر بالشاشة ميم حرف الباء إذا أتى بعد الميم الساكنة يكون إخفاء وهي حركة بين الشفتين. كذلك قلنا الحكم الثاني وهو حكم الإظهار، حكم الإظهار. كذلك قلنا الحكم الثالث وهو الإخفاء أو عفوا الإدغام، ويسمى إدغام متماثلين، وحرفه حرف واحد وهو حرف الميم. إذا أتى حرف الميم بعد الميم الساكنة تدغم، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة قريش: أطعمهم من جوع. أطعمهم الميم في كلمة أطعمهم ميم ساكنة، ومن جوع ميم أو حرف متحرك تدغم بمقدار حركتين: أطعمهم من جوع. وقوله في نفس هذه السورة الشريفة: وآمنهم من جوع، ميم ساكنة في كلمة آمنهم أتى بعدها ميم متحركة وهي من في قوله من خوف تدغم بمقدار حركتين. هذا الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. والحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة قلنا الإظهار الشفوي، والإظهار الشفوي يشمل لجميع الحروف ما عدا حرف الباء وحرف الميم، لجميع حروف الهجاء ما عدا حرف الباء وحرف الميم تظهر كما هي شفويا، تظهر كما هي. قوله سبحانه وتعالى: أم أمنتم، كلمة حرف الميم في كلمة أم وهي ميم ساكنة أتى بعدها الهمزة في كلمة أمنتم، تقرأ أم أمنتم تظهر كما هي. وقوله سبحانه وتعالى: يمترون ميم ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء حرف إظهار تظهر كما هي. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. هذه أحكام الميم الساكنة. والحكم الأخير الذي أخذناه وهو أحكام النون والميم المشددتين، النون والميم المشددتين، والمقصود بها النون التي تظهر عليها حرف شدة، والميم الذي فوقها كذلك ويظهر عليها حرف شدة، وهذه تغن بمقدار حركتين وليست حركة واحدة خفيفة. وكنا قد وصلنا في قراءتنا لتصحيح التلاوة في الجزء الثاني في سورة نوح، ولعلنا نستفتح القراءة في هذه السورة الشريفة ونعلق على بعض أحكام التجويد التي تم أخذها في الحلقات السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذه السورة الشريفة الكريمة سورة نوح فيها الكثير من الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والميم الساكنة والنون والميم المشددتين، لعلنا نرجئها إلى حلقات قادمة بإذنه سبحانه وتعالى. كما نذكر أعزائي المشاهدين بفضل العشر من ذي الحجة كما تقدم الحديث في بداية تفسير سورة الفجر في قوله وليال عشر. كما نذكر أعزائي المشاهدين
بإرسال تلاواتهم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على شبكات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام. كما نذكركم بفضل قراءة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. Ah